السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة. وحشتوني كتير كتير، وراجع لكم بفيديو تحفيزي جميل جدا جدا، وهو الفطير المشلتت اللي كلنا بنحبه وكلنا طبعا عارفين طريقته يا حبايبي. هو ليه كام طريقة، انا عاملاه بطريقة جميلة جدا جدا، وهي دي الطريقة الوحيدة اللي بتنجح معايا. فتعالوا بقى كده نتفرج على الفطير الجميل ده. زي ما انتم شايفينه طري كده وهش وجميل ومورق جدا جدا. شوفوا بقى التوريقة بتاعته جميلة زي ما انتم شايفين يا حبايبي، حاجة كده. كان طعم وطري وجميل جدا جدا. بنبتدي حلقتنا بالصلاة على رسول الله، اللهم صلي وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة بنعملها طبعا عجين الفطير المشلتت سهل جدا، ما بياخدش معانا غير الدقيق بتاعنا والمية وذرة ملح وشوية سكر كده صغيرين. ولو اللي حابب يحط معلقتين زيت ماشي، مش حابة ماشي. طبعا عجينه سهل جدا، كلنا عارفين عجينه. انا كنت بعجنه في بولة ضيقة شوية ونقلته هنا في البولة الواسعة دي. ده طبعا 2 كيلو دقيق انا عملتهم على حوالي نص لتر مية. وطبعا بجهز جنبي كوباية مية دافية عشان اما احتاج ازود حاجة بحاجة كده، ما ازودش مرة واحدة علشان العجينة ما تتمرقش معايا ولا تبوظ معانا خالص. طبعا هو بنزود زي ما كل ما نحتاج نزود. هو ما فيش اكتر من الملح والسكر والدقيق والمية. طبعا اللي حابب يحط مع كوبايه زبادي معاه ماشي، حابه تحط شويه لبن رايب ماشي. لكن انا بعجنه كده. طبعا انا عجنته هنا في الطبق، وبعد ما اتظبط معانا خالص خالص اوان برش على الرخامه بتاعت شويه دقيق، وبطلع هنا بقى ايه اكمله على الرخامه زي ما انتم شايفين بالطريقه الجميله دي، عشان قلته كويس جدا جدا والعجينه تبقى معانا طريه وزي الملبن. طول ما العجينه معانا طريه وكويسه كده، العجين معروف يا حبايبي اللي هو بينجح معانا جدا جدا جدا. ما شاء الله العجينه ناجحه وجميله زي ما انتم شايفينها. طبعا انا هنا خلصته. طبعا هرش على الصينيه بتاعتنا كده شويه دقيق، وبقسم العجينه بتاعتنا، بعملها رول طويل كده وبقسمها لقطعتين اتنين. طبعا يا حبايبي طريقته جميله جدا وسهله، يا ريت تعملوا الطريقه دي، هي احسن طريقه واجمل طريقه بتنجح معايا. جربت طرق كتير بصراحه ما كانتش بتنجح معايا زي الطريقه دي. طبعا هنا العجينه بتاعتنا انا قسمتها اتنين زي ما انتم شايفين في الصينيه. وطبعا يا حبايبي بسيبها بقى لما ترتاح خالص، بغطيها بكيس بلاستيك واسيبها ترتاح خالص خالص، علشان وانا بخبزها اعرف، او انا بفردها واورقها بعرف ان انا ايه العجينه تبقى ناجحه معايا. هنا انا جبت الكيس وغطيتها حوالي نص ساعه. وطبعا زي ما انتم شايفين انا صبعي دخل في العجين كده. ليه؟ العجينه ناجحه وما شاء الله طريه وجميله جدا جدا. هنا بقى بعد العجين مرتاح معانا يا حبايبي، بنجيب الرخامة بتاعتنا. طبعا بتبقى نظيفة وغسلنا وكويسة ونظيفة جدا. وبنجيب أول تقطيعة معانا، احنا طبعا قسمناها الاتنين. بنجيب بقى شوية دقيق ونفردهم على الرخامة أو على طبلية، أو زي ما حضرتك بتخبزي في أي مكان بتعملي فيه بتفردي فيه. هنا بقى يا حبايبي كده رشيت عليها الدقيق بتاعنا وفردتها كده لحد ما تكبر معانا خالص. وطبعا احنا كنا مجهزين هنا الزبدة بتاعتنا، دي زبدة بلدي على زبدة فرن، انا ضيفاهم على بعض وسايباهم بدرجة حرارة المطبخ. او انت حابة تحطي ضيفي عليهم زيت ماشي، حابة تضيفي عليهم سمن صناعي ماشي. بس انا بحب الفطير المشلتت بالزبدة، ما بحطش عليه سمنة ولا زيت، بيبقى كده اجمل وخفيف وعلى المعده وجميل جدا جدا. حتى لو اي مرضى سكر قولون اي حاجه بيبقى خفيف وحلو جدا جدا، ولا بيعمل حرقان في القلب ولا اي حاجه خالص. جميل قوي قوي. طول طيب ما احنا شغالين بنصلي على رسول الله، اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دايما الصلاة على رسول الله بتنجح معانا الحاجة وبتبقى جميلة جدا جدا زي ما احنا شايفين. طبعا هنا الزبدة بتاعتنا يا حبايبي دي زبدة بقري على زبدة فرن، انا ضايفاهم على بعض بدرجة حرارة المطبخ وبفردها على العجينة بتاعتنا.
طبعا انتوا شايفين الزبده كده مش كتير قوي، يعني انا مش مكتراها قوي برضو علشان ما يبقاش سمين قوي قوي. ولو حابينه سمين جدا يعني ممكن تزودوا في الزبده وتزودوا في المواد الدهنيه بتاعته. لو حابين سمنه، حابين زيت، حابين اي حاجه، ما فيش اي فرق خالص، بتديله حلاوه احسن واحسن. بس طبعا المشلتت دايما الاحلى حاجه فيه اللي هو تعمليه بزبده. طبعا احنا بنورقه دلوقتي، هنعمل التوريقه بتاعته زي ما انتم شايفين. انا هنا بعد ما حطيت عليه الزبده بورقه بقى وبلفه كده رول طويل زي ما انتم شايفين، ويكون رول متساوي كده بقى زي ما انتم شايفين اهو. توريقه جميله جدا جدا. وبنسوي الطرافي بقى بنجيبها عليها اهو. طريقه جميله جدا يا حبايبي، وما شاء الله سهله جدا. و... ويعني اي ست بيت شاطره بتعملها بسهوله جدا جدا، بدل ما نجيبها من بره. الفطيره بره دلوقتي بقت غاليه وعالم معموله ازاي. احنا بنعملها هنا في البيت بطريقه نظيفه وطريقه مضمونه. هنا بقى الرول ده زي ما انتم شايفينه طويل جدا، انا هقسمه لاربع قطع، يعني اربعه. هنا كده دي واحد اتنين اهيا. شايفين التوريقه ما شاء الله يا حبايبي جميله ازاي؟ ما شاء الله توريقته حلوه جدا جدا، وهتشوفوها دلوقتي في الاخر بتدي نتيجه حلوه قوي قوي. هنا بقى بنجيب الصينيه بتاعتنا كده وبندهنها بقى الزيت بتاعنا، وعلى السمنه بنكون مسيحين زيت على سمنه. وبندهن الصواني بتاعتنا اللي احنا هنفرد فيها المشلتت او الفطير بتاعنا اللي هو الفطير الفلاحي. انا كتت هنا اسماء الى الاربع قطع اهي. دي اول واحده، او دي كده انا قسمتها 3 بس، هما التانية هي اللي هقسمها 4 لانها هتبقى كبيرة عندي شوية. وبدهن الوش بسمنة على زيت علشان ما ينشفش مننا. وباخده كده يا حبايبي بقى اغطيه بكيس بلاستيك يكون نضيف، عندك كيس من البيت، وبوديه الفريزر حوالي نص ساعة. لازم الفطير يروح الفريزر عشان وانا بعمله يبقى جامد معايا، وما يبقاش العجينة بتاعته سايبة، واعرف اشتغل فيه واعمل فيه كل اللي انا عايزاه براحتي. يبقى احنا كده دلوقتي حطيناه في الفريزر نص ساعة، وبعد النص ساعة انا جبته وعملته كده قدامكم زي ما انتم شايفين. طبعا فردتها بالخبازة بتاعتي، وتنتها من الاربع اطراف، ودورتها عادي خالص وعملتها من جديد. دورتها كده كأن انا ايه مقطعاها لسه كده، هخبزها او هفردها. طبعا هنا يا حبايبي هي انا فردتها طبعا بعد ما عملتها بالطريقه اللي انتوا شفتوها، فردتها في الصواني. وطبعا انا قصرت عليكم الفيديو يعني مش عايزه اطوله، هو سهل جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين انا ولعت هنا الفرن البلدي. طبعا بنعمله في فرن البوتاجاز بيبقى جميل، بس انا هنا الفرن البلدي بتاعي اللي هو الغاز قلت اعمله فيه النهارده. ما شاء الله زي ما انتوا شايفينه كان قابب وجميل جدا جدا. وشايفين طبعا الحمار بتاعه. هنا الكاميرا والله ظلماه جدا، بامانه الكاميرا ظلماه، والاضاءه ظلماه، لان هو ما شاء الله اللي كان حمار جميل جدا جدا. ما كانش كده زي ما انتم شايفينه في الكاميرا، بس ما شاء الله كان طري وجميل جدا وعجب الاولاد قوي قوي. طبعا بناكله بعسل اسمر، بعسل ابيض، بجبنه، بطحينه، باي حاجه انتوا حابينها في البيت. جميل جدا يا حبايبي. وده الفطير جميل قدامكم زي ما انتم شايفينه، وانا وريته لكم في اول الفيديو. بنقصه وبنتفرج عليه زي ما انا وريته لكم بالظبط في اول الفيديو. حاجة جميلة وتشرفك قدام ضيوفك، وتشرفك في العزومات، وتشرفك في كل حاجة. توريقة جميلة جدا جدا بسم الله ما شاء الله. هتبقي احسن فطاطري في مصر يعني لو عملتوه بنفس الطريقة بتبقي احسن فطاطري في مصر ان شاء الله. طبعا